وده اللي بيضمن ان فلوسك ما تروحش لجيب المطور على طول. الضامن الوحيد بعد ربنا ان فلوسك ما تروحش عليه بيتلخص في كلمه واحده بس: الاسكرو اكاونت. بس ايه هو بقى الاسكرو اكاونت ده؟ بالعربي هو حساب الضمان، وده اللي بيضمن ان فلوسك ما تروحش لجيب المطور على طول، لكن تروح في حساب بسيط بينك وبين المطور يشرف عليه البنك والدوله. فما تلاقيش بقى المطور ياخد فلوسك ويصرفها بقى على الاعلانات او يشتري بيها ارض جديده وهو اصلا لسه في ذمته المشروع اللي لسه ما سلموش. الاقساط هنا بقى بتتجمد في البنك وبترتبط بنسبه الانشاءات الفعليه اللي على الارض. المطور يبني، البنك يصرف له. فهنا بقى لازم الدوله تركز ان كل المشاريع اللي هتيجي بعد كده لازم يكون ليها حساب ضمان. فهنا احنا ضمننا حاجتين: واحد، ان احنا امنا على فلوس الناس، واتنين، ان احنا كده بنضغط المطور انه يسرع من عملية التسليم. انت بقى مع كل اللي بيحصل في سوق العقارات دي كلها، قول لي المشاكل اللي انت شايفها وازاي ممكن نحلها، اكتب لي في التعليقات.